مشاهدينا، ستظل دموع كريستيانو رونالدو ماثلة أمام الجماهير الكروية لأجل طويل، سيما وأنها تكررت في 5 نسخ من كأس العالم بسبب فشل النجم البرتغالي في قيادة منتخب بلاده لقمة الكرة العالمية. كثيرة هي الدموع التي يذرفها اللاعبون في مباريات كأس العالم بعد سماعهم صافرة النهاية، فمنها ما توصف بدموع الفرح بعد فوز يمكنهم من متابعة البحث عن الحلم المنشود، ومنها دموع الحزن التي تعني نهاية حلم كبير وتنهي معها مسيرة كروية مليئة بإنجازات كبيرة لا ينقصها إلا معانقة كأس العالم. وهنا الحديث يدور عن نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو، صاحب المسيرة الحافلة بالإنجازات الكروية باستثناء التتويج باللقب العالمي. مسيرة رونالدو مع كأس العالم استمرت قرابة عقدين من الزمن، فهو من اللاعبين القلائل الذين تسنى لهم المشاركة وتسجيل الأهداف في 5 بطولات عالمية متتالية استهلها بنسخة ألمانيا عام 2006، والتي شاهد العالم فيها للمرة الأولى دموعه بعد الإقصاء من الدور نصف النهائي على يد فرنسا. المشهد نفسه تكرر وتصدرت دموع الدون المشهد في 2010 في جنوب أفريقيا، عندما أقصيت البرتغال على يد إسبانيا في دور 16، ليعود ويذرف الدموع مجددا في البرازيل في أسوأ مشاركة له على الإطلاق في كأس العالم بخروج مذل من الدور الأول. في روسيا انتظر العالم أن يذهب رونالدو بفريقه بعيدا في البطولة، لكن المعاناة استمرت ودموع الحزن تجلت من جديد على وجه قائد منتخب البرتغال مع نهاية دور 16. كأس العالم فيفا قطر 2022 شهدت الظهور الأخير لرونالدو في العرس الكروي العالمي، وكانت الفرصة الأخيرة له للوصول إلى مبتغاه، لكن مسلسل انهمار الدموع كان عنوان الحلقة الأخيرة من مسيرته مع كأس العالم، ومرارة الهزيمة كانت على يد أسود الأطلس في الربع نهائي، وربما سيذرف الدون المزيد من الدموع من داخل منزله دون أن يشاهدها أحد في حال معانقة غريمه التقليدي ليونيل ميسي للقب العالمي. في 5 فبراير الماضي أكمل 37، يعني عمليا حلم تحقيق كأس العالم انتهى بالنسبة لكريستيانو رونالدو. بداية بحب أقول شيء معين، وكأنه لسان حال